عمري ما انسى. يعني انا طبعا اول الاستاذ سيد محمد ما كان بيعلمني كان بيديني 5 صاغ في اليوم. اه. كنت بقى اروح اتغدى في البوفيه ب3 صاغ، اخد ساندوتش ولا اخد اي حاجه، مم. وقرش صاغ اركب بيه اتوبيس نمره 8 من المنيل للهرم عشان اروح الاستوديو، اللي كنت ما اقدرش اركب الباص بتاع الفنانين لان انا مش محسوب عليهم، انا لسه بتعلم. اه، كان لسه في البداية. واركب الاتوبيس وانا مروح بقرش ساغ، فكان 5 ساغ دي بتقضيني اليوم مصروفي انا الشخصي. فده كان اول أجر. اجر. بعد كده جيت اشتغلت مساعد تاني معاه في فيلم شفيقة القبطية، بطولة الفنانة هند رستم. طبعا. كنت مساعد تاني، وعمري ما هنسى هذا الرجل، الله يقدس روحه، الأستاذ عبد المسيح اللي هو المنتج الفني للفيلم. فكان معانا 2 مساعدين كبار اساتذه من الناس اللي اتعلمت معاهم، الاستاذ ابراهيم عبد الفتاح والاستاذ عبد السميع محمد. فكانوا دول هم اللي بياخدوا اجور، كان واحد منهم بياخد حوالي 8 جنيه في الاسبوع والتاني بياخد 7 كده يعني. فراحوا قبضوا يوم الخميس كل اسبوع. ففجاه لقيت الاستاذ ابراهيم رجع بيقول لي روح الاستاذ عبد المسيح عايزك في اوضه الانتاج. حاضر. رحت له، ايوه يا استاذ عبد المسيح. فكان جنبيه، أو أنا فاهم، عمري ما هنسى الناس دي. الأستاذ محمد العيسوي ده كان شقيق الفنانة الراحلة حبيبتي وصديقتي وداد حمدي رحمة الله عليها، وكان هو المدير المالي. فالأستاذ عبد المسيح بص له قال له ادي الواد ده جنيه. قال له حاضر. ايه السبب؟ ما أنا ما لسه انت لغاية مش دلوقتي عارف أنا مش السبب. عارف ده إيه. مم. والله يا أستاذة ما أسعدني إن لقيت محمد العيسوي، لقيت دفتر إيصالات قدامه مكتوب عليه أفلام حلمي رفلة. وصلني انا، قال لي اسمك ايه؟ قلت له محمد عبد العزيز عشوب. راح كاتب محمد عبد العزيز عشوب مبلغ 1 جنيه مصري اجر الاسبوعي عن عملي كمساعد مكياج. وقال لي امضي. مضيت. قلت له يا استاذ، قال لي اجرك هتشتغل ببلاش يعني؟ لن انسى لهذا الراجل اللي طبطب عليا في يوم من الايام، عمري ما هنساه. بدعيله بالرحمه، والله زي ما بدعي لامي وابويا بالرحمه كل ليله بدعي الاستاذ عبد المسيح بطرس بالرحمه كل ليله، لانه طبطب عليا جبر خاطري. عارفه يعني عندكيش جبر فكره، خواطر طبعا. من 5 ساغ في اليوم 30 قرش في الاسبوع، يعني الجنيه جنيه، والجنيه العريض بتاع زمان ده. انا بقى ده ما عجب يعني، ما فرحنيش قد ما فرحني الايصال اللي انا مضيت عليه باسم حلم رفله، ان انا السينما اعترفت بيا، مم. ان انا حلمي رفله ابو صناعه السينما المصريه اعترف بيا وقبضت جنيه من شركته وعلى ايصال من عنده. ده اهم شيء. تفوت لي سنين وقابل الاستاذ مجدي عبد المسيح، ابن الاستاذ عبد المسيح كان هو اللي ماسك افلام حلم رفله. بقول له يا استاذ مجدي، انا مستعد ادفع اي مبلغ يطلب مني، بس عايز صوره او ايصال من الايصالات اللي انا مضيتها في فيلم شفيقة القبطية، يا ريت تشوفوا لي من الدشت اللي موجود. قال لي يا محمد دي حاجات اتدشت من زمان، مم. دي حاجات اتدشت من زمان، مش هيتنوا، ده موجود من ايام شفيقة القبطية لغايه دلوقتي، ما فيش بقى ايصالات زي دي. كان نفسي اخد هذا الايصال وابروزه.